بصراحة وبكل أمانة احنا شايفين النهاردة تواجد أقول من الآباء والصغار والمشايخ والأطفال. النهاردة جايين مش هنقول في نهاية لقاء كروي أو مهرجان كروي أو في نهائي كروي. بنقول النهاردة الناس دي كلها جاية بتقول نعم وتؤيد وتبايع ابنها وأخيها الدكتور عوض أبو النجا. دكتور عوض ابو النجا نقول نائب الشباب وممثل الشباب، اهلا بحضرتك على صفحه الصحفي محمد زياد. حضرتك بتقول ايه النهارده لاهلك وناسك؟ مش هنقول بس في قريه حضرتك، بتقول ليه لاهلك وناسك اللي جايين النهارده علشان يأزروك، اللي جايين النهارده بنقول ده عرس انتخابي مبكر على ارض حفير شهاب الدين. بتقول ايه النهارده لاهلك وناسك في حفير شهاب الدين؟ بداية يا أستاذ محمد، أنا بشكرك جدا على تلبية الدعوة، وبشكر حضرتك على الحضور المشرف. طبعا أنا بشكر كل الحضور النهاردة، ومش عرس انتخابي، هو احنا عاملين لا دول هو عرس انتخابي مبكر، مش هنقول عرس كروي. عرس كروي. الناس احنا بعتنا دعوات لكل الناس أحبابنا من كل أنحاء بلقاس، من بلقاس المدينة والقرى، من بسنديلة، من الشوامي، من أبو تشيشة، من الملعب، من خط البحر، من الحفير. مش عايز أنسى حد معين. الناس كلها لبت الدعوة حبا وتأييدا، لأن احنا دايما بنأكد على فكرة إن الرياضة بتعزز التواصل بين الأفراد، واحنا بنبني جسور من الود والمحبة مع كل الناس في كل مكان. يعني احنا دايما فلسفتنا قايمة على فكرة التواصل البناء. التواصل البناء من اجل ان احنا بندعم فكره، بنوصل رساله، حتى بنخلق للاجيال اللي جايه عن القدره على ان هم اهميه التواصل الجيد والفعال في كل مكان، مش بس في نطاق بلقاس. انت بنوصل دايما للشباب ان انت ممكن تكون ايقونه، او انت بتوصل رساله في كل مكان، في المكان اللي انت شغال فيه، في البيئه اللي انت عايش فيها، في الشارع اللي انت عايش فيه. هي ضروره التواصل، وحضرتك شايفه ده نتاج من التواصل مع كل الفئات. ده نتاج وزرعه، والنهارده بنقول في حصاد من الدكتور عوض ابو النجا. انا شايف حتى النشء والاطفال الصغيره النهارده، يعني انا اقدر اقول الاطفال نفسها، يعني من اعمار 5 أو 6 سنوات النهارده عوض ابو النجا قضيتهم. انت بتقول ايه لاولادك واخواتك الصغيرين؟ انا بنزرع فكره الامل حتى مع الاطفال. انا هنا بنفكر كلنا في اهميه ان يكون حتى اجيالنا والنشء عنده قدره على الحلم. احنا كنا بنحاول الفتره اللي فاتت نكسر الحواجز امام الشباب، وكسرنا الحواجز بفضل الله. لان النهارده يا استاذ محمد، انت علشان البيئه دي بيئه نائيه وبيئه ريفيه، ففكره الحلم عند بعض الافراد تكاد تكون منعدمه. فاحنا بنقول لهم لا، انت قادر تحلم طالما خدت بالاسباب. انا دايما بنأكد على كمان فلسفه العلم. اي حد النهارده متعلم بشكل كويس جدا، هو ده طوق النجاه لاي حد. كم لجنه انتخابيه النهارده في اطار حفير شهاب الدين؟ احنا مش بنبص على، احنا مش عايزين نحول الموضوع الى انتخابات، بقدر ما هو ترسيخ لفلسفه التواصل بين الافراد، تعزيز التواصل بين الافراد. احنا ما بنتكلمش دايما على الحفير كحفير، بنتكلم على دايره بكل قراها.